وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما. فيبدأ بلوم نفسه وتبدأ السيناريوهات بعقله وبطريقة تفنن الله بعذابه كما أوهمه رجال الدين. وكل هذا ليه؟ لأنه أخر الصلاة. حتى القصص يلي يحكوها بمجالسهم لتخويف الناس من التهاون بالصلاة، وأن فلان ما كان يصلي فصار يعذب بكذا وكذا، وفلان تأخر عن الصلاة فانتقم الله منه بحال السير، وفلان وفلان وفلان، ترى كلها خرطي ومن الكيس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وبعد. كما شاهدنا في هذا المقطع، حسين الخليل هذا من منكري السنة، الشحارير، أتباع محمد شحرور. يعني انظر كيف يهون من ترك الصلاة ويهون من عقوبة تارك الصلاة. هو طبعا لا يرى أن هناك صلاة أصلا، ونحن أوردنا ذلك. هو يعني يقول الصلاة هذه التي تسمونها الصلاة الحركية وكذا، هذه لم ترد ولا يوجد أي دليل عليها في كتاب الله وكذا وكذا، وهي ليست واجبة عليك بعينها، يمكن أن تؤدي أي بدائل عنها. من هذه البدائل ذكر الله، كما قال الله عز وجل: ولذكر الله أكبر. ورددنا على هذا في حلقات أخرى، يمكن أن تتابعوها وأن تراجعوها في القناة. اكتب في خانة البحث حسين أبو خليل أو حسين الخليل، تجد الحلقات الخاصة به والرد عليه. طيب، هنا يهون من عقوبة ترك الصلاة ويقول إن كل ما ورد بما في ذلك في السنة أو ما يذكره الناس هو خروطي و يعني خرطي، يعني خرطي هذه أو خروطي هذه بالعراقي والسوري، يعني كلام فارغ وكلام هراء لا أصل له ولا يصح ولا كذا إلى كما يقول، وإنه كذب ومن كيسه. يعني يقول اللي بيحكي هذا يحكي من كيسه، من عنده، يعني لا دليل عليه. لا يا حبيبي، لا أحد يحكي من كيسه. كل هذا نذكره عن الإمام البخاري، يقول: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتب العلم بينت لنا من فلان هذا، أنه عالم وحافظ وثقة وجبل، وليس مدعيا للعلم أمثالكم، ولا جاهلا ولا أميا ولا مأجورا ولا كذا ولا كذا. أعلام علماء ثقات رووا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأحاديث العديدة الكثيرة التي وردت في عقوبة تارك الصلاة. طيب، أنتم لا تؤمنون بالأحاديث؟ سهلة، والله سهلة. سنأتيكم بآيات القرآن الكريم، وحينئذ سيظهر أنكم لا تؤمنون لا بالحديث ولا بالقرآن، وأنكم مكذبون بالدين، وأنكم كل همكم أن تضيعوا الشريعة وتصد الناس عن سبيل الله وعن الصلاة. هتقول لي لا 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 لا، هيرد يقول لي الآيات، هذه الآيات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أنت لا تفهم معنى الصلاة ولا تفهم معنى إضاعة الصلاة، والصلاة هي صلة بينك وبين الله. تقول له: من قال هذا؟ من قال الصلاة صلة بيني وبين الله؟ نعم، الصلاة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها فيها صلة مع الله، لكن هو أي صلة؟ يعني أنت حينما يسمح لك الملك أو الرئيس أو الوزير أن تتصل به، أن يكون بينك وبينه صلة، هل أنت الذي تحدد هذه الصلة أم هو الذي يحددها؟ بمعنى أنك تجيز لنفسك أن تدخل عليه في أي وقت، أن تتصل عليه في أي وقت، أن تلقاه في الطريق فتهجم عليه، أن تفعل طبعا لا، وإنما تقول له: متى آتي إلى فضيلتك أو سيادتك؟ متى أتصل عليك؟ كيف أدخل؟ كيف؟ هناك قوانين وبروتوكولات وقواعد. فالله عز وجل ملك الملوك، جبار السماوات والأرضين، الرحمن الرحيم، مالك الملك سبحانه وتعالى، هو الملك. فهو الذي تعبدنا وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو بين لنا كيف نعبده
وبين لنا كيف نقول إذا وقفنا بين يديه. قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، والذي علمنا. والله لو لم يعلمنا ذلك ما كنا نعرف ماذا نقول ونحن بين يديه. فعلمنا الفاتحة ندعوه بها ونصلي له بها، وعلمنا ما نقول في الركوع وما نقول في السجود وهكذا. فهذه هي الصلاة. فحينما يقول الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، يعني أضاعوا الصلاة التي علمتهم الرسل إياها، ويعني تركوها بسبب اتباع الشهوات والانشغال بها، فسوف يلقون غيا. طبعا أنت لا تقبل الآثار ولا الأحاديث، يعني لا تقبل الأحاديث، وبالتالي لا تقبل أن أقول لك قال ابن عباس الغي وادي في جهنم لو سيرت فيه جبال الأرض لذابت من حرارته. طيب إن لم تقبل هذا فيكفيك أن تعلم أن الله عز وجل قد توعدهم، يعني هؤلاء أضاعوا الصلاة واتبعوا فسوف يلقون غيا، إذن سوف يلقون عقابا. ما هذا العقاب الله يعلمه، لن أدخل معك في جدال أقول لك قال ابن عباس وقال كذا وكذا، هذا لأجلك أنت. لكن نحن أهل السنة، نحن أهل السنة أقصد، نحن نؤمن بالأسانيد الصحيحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وأتباعه. عندك أيضا قول الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. الويل التوعد بالعذاب لمن؟ للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، يسهون عنها لانشغالهم بأمر الدنيا وبالشهوات وبالأعمال وبالأموال وبكذا وبكذا. فيعني جعلوا عبادة الله ليس هي أكبر همهم ولا أكبر انشغالهم، فلذلك توعدهم الله تعالى بالويل. أنت خلقت في هذه الدنيا لكي تجعل غايتك ومرادك عبادة الله عز وجل. هتقول لي عمارة الأرض وكذا عبادة، إذا كانت لك فيها نية صالحة تبتغي فيها أمر الله عز وجل، وأي نية إذا قدمت مشتهاك وهواك وجمعك للأموال على ما أمرك الله تعالى به. أما إذا كنت في جهاد في سبيل الله فحينئذ أجاز الله تعالى لك تخفيف الصلاة وقصر الصلاة وكذا إلى آخره، وأن تصلي حتى وأنت تحارب، تصلي في أي وضع قائما قاعدا وكذا وكذا، فيعني على أي وضع تصلي وأنت في الحرب. أما إذا كنت كذلك تنشغل بجمع المال وكذا وكذا للإنفاق على اليتامى والأرامل، نعم، ولكن لا تؤخر الصلاة عن أوقاتها. الصلاة هي الأساس وهي هذه العبادات كلها. كذلك نجد قول الله عز وجل في آخر سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، يسألوا عنه ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم سقر، وهي درجة شديدة أو دركة شديدة من دركات جهنم، من دركات النار. قال الله تعالى عنها وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. كأنهم يقولون لهم أما وجدتم غير سقر وتدخلونها؟ ما الذي أدخلكم سقر؟ ماذا فعلتم؟ ماذا عملتم لكي تدخلوا سقر؟ فقالوا لم نكن من المصلين. كانت أول إجاباتهم لم نكن من المصلين. ومعلوم أن الإنسان يجيب بالسبب الحقيقي والسبب المباشر، إذا كانت هناك أسباب أخرى فيقدم السبب المباشر الذي أورده الهلاك، فعلموا أن الذي أوردهم الهلاك هو ترك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت وسائر عمله، وإن نقصت وسائر عمله. كذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقالوا في هذه الآية دليل على صلاة الجماعة، لأن الله قال اركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. ليس
ليس أي أحد يصلي، لا يصلي إلا الخاشع القانع لله عز وجل، الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم، ونسأل الله تعالى أن يقينا عذاب النار، وأن يجعلنا من المقيم الصلاة. فكما قال الله عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. فنسأل الله تعالى أن نكون منهم. وقل رب زدني علما.